مترجم بالسفارة الصينية في الكويت للصينيين، وكذلك أعمل في لجنة التعريف بالإسلام منذ 20 سنة في الكويت. نعم نحب الكويت كثيرا. بقول لك شلونك؟ حياكم الله بخير، الله يسلمكم. والله الحمد لله بخير. تمام الحمد لله. وين تروحين وين ترجعين؟ سولفي. خلينا نبلش الحين بالسوالف. ايوه بلشي بالسوالف، انا بيك تسولفين. اي اليوم يعني وايد احنا فرحانين ان احنا قاعد عبر اثير تلفزيون الكويت ان احنا نلتقي فيكم برنامج ليالي الكويت. يعطيكم العافيه على هذا اللقاء الطيب. فكنت متعلمه بعض اللهجات السعوديه، مثلا لما نقول ابي ماي بالكويت ابي ماي، بالسعوديه ابغى مويه. الله. فحتى استغربنا انه ليش الفرق. كنت استغرب ليش هني الجيم يقولونها او يقلبونها يا، يعني يا ما يقولون جيتي. مثلا انا احب هالشيء وايد بالكويتي، بالسعوديه انا احبه مره. كنا طالعين من امتحان، فالبنات طالعين يقولون امتحان ماي. انا قاعد اقول يعني شنو سقع علاقه الماي بالامتحان؟ قلت امتحان اليوم ماي سويت ماي شنو علاقه الماي بالامتحان؟ انا الحين ما فهمت ان الماي معناته يعني سهل. احنا اشكالنا صينيه، بس حيل نحب العربي ونحب الناس اللي احنا عاشرهم. يعني ممكن احنا نقول ان احنا يعني مثلا نوصف ان صينيه المنبت لكن عربيه المنشا. ممكن طينتي هي عباره عن مزج بين تربه الصين وماء العروبة، فحظينا بما فيها من عذوبة. فإن حظينا يعني كان في شكلنا قليلا أو كثير من الصينية، فالهواء عربية الهواء نميل معه حيث يميل. يعني ابوي جزاه الله خير اول ما يجينا الكويت اول شيء يدور عليه انه مركز تحفيظ قران، يبي يقوي لغتنا بالعربيه والقران. ممكن اذكر بعض الشخصيات اللي اثروا فينا حيل. اول ما جينا الكويت كان العم بدر القناعي، كان وايد يعني معنا وساعدنا في ان احنا ندش المدارس بعد. العم عبد اللطيف الكندري الله يرحمه ما ننساه، كنا كلنا نروح نزور بيته، بناتي لحد ذكرهم عائشه وفاطمه، احنا تعلمنا منهم العربيه واحنا صغار. الشيخ العم عبد الله النوري هم بناته شيخه وطيبه، تعلمنا منهم واحتكينا فيهم حيل. هم اللي يعرفونا على القرقعان. تخيلوا احنا شله صينيه كنا نروح نقرقع الناس، نطق الباب ويشوفون الصينيه